عالسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فلوق جديد. صدقوني اسف جدا والله عنا اسبوعين ما نزلنا ولا فيديو ورب الكعبة توحشتنا. رجعت لكم فيديو مزيان برشا اليوم باش نكتشفوا قطر، باش نكتشفوا بالتحديد اصغر جزيرة في دولة قطر. احنا موجودين ما شاء الله على السفينة هذه الخشبية القديمة، هذه جزء من ماضي دولة قطر لهنا. باش نزوروا جزيرة السافلية. خليكم معنا ونحبكم تفجروا اذا توحشتوني، فجروا زر التعليقات واللايك. يلا ليتس جو. صراحة احباب يعني شوفوا الفرق، هذوما سفن متطورة على فكرة. هذا مكتب جزيرة البنانا الحجوزات من هنا. شوفوا القوارب، لكن شوفوا القوارب الخشبية هذه محلاهم. هذا جزء من ماضي دولة قطر، خاصة قبل كانوا عندهم تجارة صيد اللؤلؤ. Yeah, in the stove, on the corner of my road. I should've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? I guess that might be us now. Yeah, always on the road, I never home. Got a couple bands on my own. Now they really calling up my phone. وقبل ما نبداو الفيديو متاعنا نحب نقدم تحية شكر لشركة بروق للسياحة اللي هي اعطتنا الفرصة باش نزوروا جزيرة السافلية. المكان هذا ان شاء الله باش يعجبكم برشا. شركة بروق للسياحة احبابي شركة محترفة جدا في مجال السياحة في دولة قطر. توفر لكم اي شيء انتم تحبوه، طلعات للجزر، بحرية، برية، تخييم، شوبينج، فنادق، كذا. اذا انت غير مقيم في دولة قطر، اول ما تحط رجلك في الدولة هم يعني يعتنون بكل احتياجاتك. وايضا اذا انت مقيم وتحب تغير الجو وتكتشف قطر، فشركة بروق بكل صراحة شركة بالليسيما. باش نخلي لكم الواتساب نتاع الشركة والانستغرام نتاعهم، تعملوا لهم فولو. واذا عندكم اي استفسار ولا انتم مجموعة ولا حتى افراد تحبوا تعملوا طلعة وتتفرهدوا وتغيروا الجو، فعليكم بالاتصال. وطوا حبايبي باش ناخذكم في جولة في السفينة. بسم الله. هذا هو المجلس ما شاء الله، وما شاء الله شركة بروق للسياحة اليوم فرحت بينا ما شاء الله. بيتزا، فطاير، سندوتشات، تي، واتر، مشروبات غازية، يعطيهم ألف صحة. موجودة تلفاز وموجود مكيف وما شاء الله. يعني الجلسة حلوة، الجلسة حلوة فخمة مرتبة. ننزلوا تحت نشوفوا شنو فما ونقول بسم الله. هذا الدرج ياخذنا لتحت بسم الله. وهذه شوف لهنا فما جلسة أرضية صغيرة حلوة، مكيف، تلفاز، لهنا أجواء موسيقى، ولهنا ما شاء الله ما أعرف شو سميه يعني تبارك الله كينج باد سايز. ف غرفة فخمة حلوة مرتبة ما شاء الله. وهذا الحمام الله يكرمكم توفر بكل الاحتياجات. يعني هذا الحمام تغسل يديك، في شاور، حمام ممتاز. وايضا عندكم ثلاجة باش تبقى المشروبات متاعكم باردة. وبكل صراحة الجلسة السطحية هذه جلسة ما شاء الله. شوف كيف يعني الالوان والحركات، وخاصة الاطلالة ما شاء الله. يعني القارب هذا بصراحة يعني لمجموعة كاملة يجيوا يستانسوا ويغيروا الجو بصراحة. يعني والله جلسة سطحية ولا أروع. نوصلوا للشط على الكاياك هذا كما شفتوا. والكاياك اللي عجبني حلو ترانسبارون، تشوف كل شيء. والحبل هذا لازمنا نعمل هكا باش نوصلوا للشط.
كما تشوفوا تحت كل شيء تشوفوه من لوطا حلوة خالص، عجبتني صراحة. كما شفتوا احبابي، لانه المرفأ هذايا حده المفروض فما جسر اخر يوصلنا هون، لكن احنا اخترنا نمشيو عن طريق الحبل هذا، عن طريق الكاياك. ومرحبا بكم في جزيرة السافلية. شوفوا كمية الأصداف البحرية، واو ما شاء الله ما شاء الله. بصراحة أكثر شيء لفت انتباهي في المكان هذا اللي هو مرة أخرى جزيرة السافلية، النظافة متاع المياه لهنا ما شاء الله، والإطلالة الحلوة، وفي مكان جميل جدا راح نزوره بعد شوية إن شاء الله. لكن أحبابي شوفوا الماء صافي ما شاء الله. ممكن هذا لأنه ما تقدر توصل للمكان هذا إلا كما شفتوا بالسفينة، هذا ليش المكان يكون يمكن أنظف من الشواطئ الأخرى. اليوم بكل صراحة سفرة VIP، سفرة متاع شيوخ ما شاء الله. الجزيرة اللي تشوفوا فيها هذه كلها هي ملكنا الخاص في اللحظة هذه. أنا فقط بروحي وحدي في الجزيرة هذه. القارب ما شاء الله من فئة 3 نجوم كما شفتوه، ملكي الخاص للحظة هذه. فبصراحة الأجواء ولا أحلى. في المكان هذا أحبابي دولة قطر وفرت المظلات هذوما كما شفتوا، هنا تكون جلسة وأكل وشواء على البحر، في سلات نفاية، في كهرباء على ما أظن، يعني شفت يعني خيط تبع كهرباء في الأرض. فبصراحة الأجواء ممتازة جدا، والمنظر بصراحة حلو والله. وعلى فكرة الجزيرة هذه ما هيش جزيرة صناعية يعني من صنع الإنسان، لا، هذه طبيعية. هذه مرة أخرى تعتبر أصغر جزيرة في دولة قطر. وكما تشوفوا كذلك الكهرباء متوفرة كما قلت لكم. هذا هو الكهرباء. أيوة واو ما شاء الله. الممشى اللي تشوفوا فيه الرمل هذا أحبابي هو يعتبر نهاية الجزيرة، وكذلك يعتبر يعني من أشهر الأماكن في دولة قطر إنك تاخذ صورة تذكارية، لأنه شوف يعني الممشى ضيق، من هون بحر ومن هون بحر، وراك الأبراج. فبصراحة يلا رح نكتشف المكان هذا وناخذ شوية صور. يعني شوف ناس تيجي يعني في زبالة يا زبالة، شوف كيف والله مكان جميل جدا يعني والله. ورسميا أخيرا هذه نهاية الجزيرة، خلاص بعدين تصير كلها مية. فهذه آخر يابسة في الجزيرة، يعني قربنا أكثر ما نمكن للأبراج الموجودة. الحين إن شاء الله راح نرجع للجزيرة. بصراحة المياه واو 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 ما شاء الله تبارك الله. المفروض أحبابي كنا مش نعملوا جلسة حلوة برشا لهنا، لكن للأسف لأنه فما برشا ريح اليوم. فإن شاء الله نوريكم صورة كيف يكون الترتيب لما تيجوا مع شركة بروق للسياحة. جلسة تكون رائعة جدا بكل صراحة أحبابي. يعني نعرفوا الدوحة، الازدحام والاكتظاظ والأصوات وسيارات وحتى تعب بتاع الشغل والعمل. فالمكان هذا اللي هو جزيرة السافلية مكان للاسترخاء 100% ممتع وجميل. يعني شوفوا المياه ما شاء الله، عندكم جلسة حلوة جدا، عندكم إطلال على الأبراج وعلى جزيرة اللؤلؤة، وخاصة لما تجي على سفينة فخمة يكون عندك غرفة ومجلس وحمام وجلسة يعني علوية. فما شاء الله يوم جميل جدا أحبابي. فجروا لنا زر اللايك. مرة أخرى شكر جزيل جدا لشركة بروق للسياحة، مرة أخرى باش نخلي لكم كل التفاصيل. إذا تحبوا تنظموا رحلة
تخييم، صحراء، بر، بحر، اي شيء. الشركه هذه ما شاء الله شركه محترفه وتلبيكم كل احتياجاتكم باحترافيه كبيره جدا. ومثل العاده راح نرجع للسفينه بتاعنا بالكاياك هذا او سباحه. فبصراحه الميه بارده شويه لكن منعشه. لكن شوفوا بصراحه حبيبي القارب كيف يعني شفاف، تشوف قاع البحر. وهيك احبابي وصلنا لنهايه الفلوج بتاعنا. ان شاء الله يا رب تمتعتوا باكتشاف الجزيره هذه اللي هي جزيره تستحق بكل صراحه الزياره. مرة أخرى شكرا جزيلا لشركة بروق للسياحة، حط لكم كل التفاصيل وتنجموا تنظموا معها رحلة بحرية، تخييم، شوبينج، فنادق، كل ما يخص السياحة في دولة قطر. نحبكم برشا ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. باي باي.